السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نحمل نسخة ويندوز. حلقة النهاردة هنتعلم ازاي نحمل التعريفات. اول حاجة في طريقتين، في اللي هو ايه الناس العادية بياخدوا عاوزين مثلا حاجة واحدة، حمل شغل يعرف كل حاجة اوتوماتيك تمام خلص. ده جزء ده هنتكلم فيه الاول. الجزء الثاني هنتكلم على بعض التعريفات المعينه خصوصا كارت الشاشه والبروسيسور. هنتعلم ازاي بيتعرفوا بطريقه معينه يعني بروفيشنال شويه، وده لو انت مثلا عايز تبقى التعريفات بتاعتك تبقى احدث تحديث يعني موجود حاليا يعني، فلازم بتعمل شويه حاجات كده مانوال هقول لك عليها برضو في الاخر. خلينا الاول الطريقه العاديه بتاعه الاند يوزر العاديه. تعالوا معايا. اول حاجه هتنزل برنامج اسمه ايه درايفر باك اونلاين. تفتح كده جوجل تكتب ايه درايفر باك اونلاين. اول لينك هيظهر لك في السيرش هو ده، خش عليه تمام. هتنزل داونلود عادي خالص كده، هو ايه نزل خلاص فوق اهو. هي عباره عن سكريبتايه عادي شغلها داونلود وران درايفر باك هنا واللغه الانجليزي مفيش اي مشكله. داونلود كده. طبعا واحد هيقول لي مثلا ايه طب ما انا عندي الويندوز الجديد لسه الكارت النتورك مش متعرف عليه. هقول له لا، ما انت لو انت جهازك قديم ممكن اصلا انت مش متحمل ويندوز 11 او 10 ممكن فعلا الامر ما يبقاش متعرف عادي. فساعتها انت لازم بتبقى عارف انت كان نوع ايه الاول من قبل ما تحمل نسخه الويندوز الجديده، وتكون محضر اوريدي التعريف يعني منزله ومحضره بحيث ايه تحمله على طول كاول تعريف يعني. Hi, I'm Driver Pack's assistant. Together we will configure your computer. تمام. المقدمه دي مش مشكله، بتقفل الساوند وتدوس تحت هنا عندك في الاوبن اكسبرت مود. خش كده هيدخلك بقى على المود بقى اللي احنا بنشتغل عليه بقى المفروض يعني. فبالنسبه للكروت القديمه لازم بتعمل كده، لازم بتعرف الكارت كان نوعه ايه وتجيب التعريف بتاعه من الويندوز وهو كان شغال. دي احسن طريقه يعني. انما لو انت جهازك حديث شويه فاوريدي كارت النتورك اصلا الويندوز 11 او 10 بيتعرف عليه اوتوماتيك. يعني اقول لك ايه 99% من الاجهزه الجديده كلها بيتعرف عليها اوتوماتيك عادي. الويندوز اوتوماتيك يعني بيعرف كارت النتورك يعني عادي. فدي ما فيهاش مشكله قوي يعني. انت اهم حاجه بالنسبه لك تعريف كارت الشاشه، ده رقم واحد، ده المهم. وتعريف البروسيسور برضو عشان خاطر دي بتانلوك بعض الاوبشنز في البروسيسور يعني، خصوصا البروسيسورات الحديثه يعني. كده احنا معانا ايه الاكسبرت مود بيلودنج. طبعا دي بتبقى على حسب الجهاز بتاعك يعني. هو هنا في اللودنج ده هو بيسيرش الجهاز بتاعك بيشوف ايه التعريفات الناقصه او اللي مش موجوده فبيتشيك عليها، عشان كده بيطول يعني. كده الجهاز خلص. ناخد بالنا من حاجه معينه. هنا عندنا الدرايفرز ابديتس. دي الدرايفرات هو ايه هو بيتشيك على اللي هو شايفه يعني ريكومندد يعني. احنا طبعا بنحمل على كله. انا عندي عشان الجهاز ده متعرف اوريدي فمجرد بس بيقول لك الابديت يعني. فانا عندي كل دول المفروض يتعملوا ابديت. في حاجات بقى ايه يعني هو اصلا البرنامج ده كله على بعضه بيحمل لك التعريفات وبيحمل لك بعض البرامج الاساسيه. احنا عايزين التعريفات بس، فبنعمل ايه ننزل تحت كده خالص. عندك ايه دي درايفرات خلاص، درايفر ابديتس مفيش مشكله دي تمام. عندك الدرايفر تول كيتس دي برده مفيش مشكله عادي. انت ممكن تحملها بعدين او مع نفسك عادي. كده كده ويندوز اصلا بيبقى ليه حاجات زي كده بيحملها عادي يعني، او خليها مفيش مشكله مش هتاثر يعني. الاهم حاجه بقى بتخش هنا كده في الزرار الثاني ده البيزك سوفت وير. دي بقى هو ايه مع نفسه بقى بيحمل لك شويه حاجات كده ايه من دماغه يعني. فاحنا الحاجات دي مش عايزينها، لا عايزين اوبرا ولا عايزين كرون، دي حاجه غريبه كروم اعتقد، ولا فايرفوكس ولا الفيروس ده انت فيروس ده ولا ده ولا ده. نتاكد انت عن فوق كده يقول لك ايه الانستول ذا سوفت وير بروجرام زيرو. دي اهم حاجه. هنا عندك في البروتكشن هنا الحاجات اللي هو برده عاوز ينزلها لك. سيبك انت من الكلام ده طبعا. انت مش هيظهر لك الحاجات دي خالص. سوفت وير انستول دون طبعا انت جهازك اصلا يبقى فاضي اصلا ما فيهوش اي حاجه فمش هيبقى موجود فيه الحاجات دي. هو بيقترح ان يريموف الداونلودر. طبعا هو ايه شيلها طبعا ومش دعوه يعني. والسوفت وير الانستول دي برده شيلها. فدي تبقى ايه مظلمه كده. نرجع بقى فوق كده عندنا تاني اللي هي الدرايفرز اول واحده هتلاقي فيه 4. فتتاكد ان هنا في 4 عادي 1 2 وادي كده الثالثه وهنا 3. انا قلت 3 صح كده تمام. بنعمل احنا ايه بقى بنعلم على كل ده. الدرايفر ابديتس دي كلها بنحملها كل ده بنعلم عليه وانستول اول. هيبتدي بقى هو يعمل داونلود لكل حاجه فيهم وينستول لوحده. وفي كارت الشاشه يعني انا مثلا كارت شاشه عندي الانفيديا هتلاقيه ايه الشاشه تقفل وتفتح كده وبتاع. ده عادي. تسيبه لما يخلص خالص كل التعريفات كلها هيقول لك عاوز راستر الجهاز. راستر الجهاز تفتح جهاز تاني الدنيا كلها خلاص ايه متعرفه تمام. دي بالنسبه للطريقه الاولى اللي هي الطريقه السهله إيه ان انت مش عاوز يعني ايه تتعب دماغك يعني وعايز تخلص الحوار بسرعه. لو انت كده وقفت لغايه كده وخلاص عملت كل ده وريستارت تمام وكده الدنيا كلها تبقى شغاله معاك تمام. لو عايز تقف لغايه كده وقف فيديو لغايه كده خلاص انت كده تمام مش محتاج تكمل بقى كده تاني. لكن لو انت عايز حاجه بقى ايه التريكات بقى اللي بعد كده خليك بقى معايا. بص اول واحد بالنسبه لايه لكارت الشاشه. طبعا انت ايه يبقى عندك يا اما كارت انفيديا او كارت اي ام دي او انتل. في حاله الانفيديا في برنامج لازم بتنزله يستحسن تنزله يعني لما تيجي تحمل الانفيديا درايفرز بالذات، علشان الانفيديا درايفرز بينزل معاها بلوت وير كتير وبرامج كتير كده تبقى شغاله في السيرفيس في الخلفيه فبتقل الجهاز. فالكوميونتي عامل برنامج ان هو بياخد الدرايفرات بس من سيرفر انفيديا الجديده الدرايفرات الجديده بس وبيحملها على جهاز لوحدها يعني ما يحملش معاها البرامج الزياده ايه اللي بتتحمل مع الجهاز مره واحده او مع التعريف اللي هو الاصلي بتاع انفيديا اللي بيجي معاه. فبالنسبه لانفيديا بتنزل برنامج اسمه ايه تفتح كده جوجل برنامج اسمه انفي كلين ستور. تكتب كده انفي كلين ستور خلاص. تخش كده اي موقع عادي
يعني اي موقع بينزله هو كده كده اصلا برنامج ببلاش يعني. فتنزل ده هنا اول موقع عادي خالص، تخش كده عندك هنا على الشمال اهو فيرجن 1.16. ده طبعا بايه من تاريخ تصوير الحلقه، ممكن لو انت فتحت الحلقه دي في المستقبل شويه فممكن هتلاقي فيرجن احدث ليك يعني. فتدوس كده على داونلود، اي سيرفر مش مشكله، التمضيه يشتغل هنا اهو داونلود خلص. تفتح البرنامج نعيد تاني، ده لانفيديا بس محدش يتلخبط. هنا عندي هو لوحده قرا الكارت الشاشه تمام، انفيديا ار تي اكس 3080 لابتوب، وده ايه الفيرجن بتاع الدرايفر. انا عندي هنا ايه حرفيا يقول لي ايه البيست درايفر فور ماي هاردوير، ده نفس الفيرجن هو عشان انا محمل احدث فيرجن يعني خلاص، فهو كده مش هيعمل ابديت عادي. بس انا هقول لك تعملها ازاي خلاص. يعني انت اصلا في العادي لو انت اشتغلت بالطريقه الاولانيه اللي هو بينزل لك اللي هي فيها حاجات كتير دي في الاول احنا اتكلمنا عليها بطريقه سهله، فهينزل لك تعريف مش هيبقى الاحدث، هيبقى تعريف وخلاص. هو هنا يقول لك في ساعتها بقى هيكتب لك هنا ايه الفيرجن اللي انت محمله اللي هو البرنامج الاولاني محمله لك، والفيرجن احدث فيرجن خالص ايه في السيرفر بتاع انفيديا فاهم. فساعتها هتلاقيها تمام يعني، هتلاقي الفيرجن الحديث هو احدث فعلا من الموجود. فبتدوس على اول واحده دي عادي ماشي، بت نيكست، تسيب كل حاجه زي ما هي مش مشكله خالص. تحت اللي تحت خالص دي يستحسن تشغلها عشان خاطر ايه لو في ابديتس بعد كده مستقبليه جت، البرنامج ده اوتوماتيك لوحده بيتشيك سيرفرات انفيديا لو فيها حاجه جديده بيقول لك ان في ابديت جديد فبتنزله عن طريق البرنامج ده. فبتدوس نيكست هنا، دي اهم حاجه بقى حرفيا بقى. انفيديا الدرايفر نفسه بتاع انفيديا بينزل لك كل الكلام ده كده كله بيلت ان كده. احنا بنحتاج حاجه واحده بس، او يعني بعض الحاجات على حسب انت الجهاز بتاعك يعني. انا هقول لك الريكومنديشن وانت شوف براحتك يعني. طبعا الدرايفر ده اساسي، هو اصلا انت ما ينفعش تشيله، ده اساسي. انت لو حملت ده بس جهازك هيشتغل تمام من غير بقى اي بلوت وير بقى ولا اي برامج زياده ولا سيرفيس شغال في الخلفيه ولا الكلام ده، هيشتغل احدث فيرجن خالص مفيش اي مشكله. لو انت مثلا بتوصل اتش دي ام اي مثلا على شاشه خارجيه مثلا او حاجه، فانت محتاج ايه اتش دي ام اي دي لو طبعا إيه عندك الماك سويتش وكده فمتوصله بكارت انفيديا على طول، فانت محتاج يكون عندك انفيديا الاوديو متعرف على اتش دي ام اي. ففي الحاله دي انت لازم تحمل ايه تتعلم على اتش دي اوديو في اتش دي ام اي دي عشان خاطر الاوديو اللي طالع من الاتش دي ام اي الوصله يتعرف يعني يبقى فيه صوت طالع من الوصله يعني. ده حاجه. الاوبتيمس لو انت عندك الكارت انفيديا ده في لابتوب حديث، دي بتظبط الباور، ما بتخليش الكارت يبقى شغال فول باور على طول، بيبقى على حسب الايه الابلكيشن اللي شغال بيبتدي يهندل الباور بتاع الكارت يعني. انا في العادي دي ما بحبش اعملها حتى وانا لابتوب برضه، بس ما بحبش اعملها. انا بحب ايه اصلا عشان انا عندي هنا في اللابتوب عندي اقدر اشغل بيرفورمانس مود ومود العادي والكوايت والكلام ده، فانا بهندلها من مكان تاني، فدي مفيش داعي بالنسبه لي يعني، ما فيهاش مشكله يعني بالنسبه لي، مش هعملها يعني. يو اس بي سي درايفر دي علشان اللابتوب عندي هنا مثلا الديسبلاي درايفر، انا يعني مثلا عندي اتش دي ام اي اوتبوت عادي خلاص اللي هي اللي استخدمناها الاوديو في الاول دي، وعندي برضه ان انا اقدر اطلع صوره ديسبلاي من الوصله اليو اس بي تايب سي. ففي الحاله دي محتاج الدرايفر بتاع ان اليو اس بي تايب سي تطلع لي ايه الديسبلاي يعني، فانا محتاج دي. لو انت ما عندكش يو اس بي تايب سي او لو عندك يو اس بي تايب سي بس مش مدعمه الديسبلاي اوت او الدي بي تقدر تشغل كديسبلاي بورد، لو مش مدعمه اصلا في اللابتوب عندك يبقى مفيش داعي تشغلها. فطبعا الكلام ده بالنسبه لللابتوبس او البي سيز عادي خالص. حرفيا دول اهم حاجه بتنزلها، الدرايفر الاساسي والاتش دي اوديو في الاتش دي ام اي واليو اس بي سي درايفر على حسب انت عندك عامل الدنيا ماشيه ازاي. كل الكلام ده مش مشكله، حتى الجي فورس اكسبيرينس دي مش مشكله. بتخلص كل الكلام ده بتنكست، هو بيخش حاليا على سيرفرات انفيديا، بياخد الملفات دي بس من احدث ابديت موجود على السيرفر عندهم، بياخدها بيعملها داونلود عندك. بعد ما يخلص هيقول لك على انستول، بتانستول الكلام ده بس اللي احنا علمنا عليه. بعد ما يخلص راستر زي الفل. ده كده تعريف انفيديا كده خلص، ودي الطريقه يعني ايه الاصح من وجهه نظري انا يعني. لو انت عايز طبعا البرفورمانس يبقى سريع، مفيش بقى برامج شغاله في الخلفيه، سيرفيس شغاله في الخلفيه وبتاع. بعد كده التويكس دي بقى كده هو خلاص عمل داونلود وفك الضغط والدرايفر جاهز للانستول. الصفحه اللي بعد كده دي تويكس دي اثناء الانستول لو انت عايز تعدل بعض الحاجات. فاحنا بنعمل ايه الاهم يعني؟ بتعلم على الديسبلاي مالتي بان اوفرلاي دي مالهاش لازمه، بتعلم على الديسبلاي انستولر تليمتري والادفرتايزنج، ممكن تعلم على انتنتد اكسبريس انستوليشن، ولو اوتوماتيك لو مثلا خلص ومحتاج ريستارت راستر لوحده ممكن لو انت عايز يعني، براحتك طبعا مفيش مشكله. انا احب اشغلها عشان خاطر ابقى رايح دماغي وراستر لوحده بس، دي اهم حاجه. بعد ما تخلص كده بتدوس على نيكست وبتدوس على انستول. اول ما تدوس على انستول بيظهر لك الايه الفيديو انستولر عادي خالص كانك منزله من سيرفرات انفيديا، هو بيظهر لك نيكست 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 نيكست. خلاص على كده خلص. بس انا طبعا مش هدوس عشان خاطر انا اوريدي محمله عندي، فمفيش داعي احمله من جديد. ده كده ايه تعريف انفيديا المفروض خلاص خلص. بالنسبه للتعريف لو انت عندك كارت شاشه اي ام دي خلاص يعني اتكلمنا عن انفيديا. رقم 2 اي ام دي على حد علمي لسه ملوش برنامج زي بتاع انفيديا ده كده. فانت بتعمل ايه؟ بتخش على جوجل تكتب ايه اي ام دي درايفرز، تخش على طول على الدرايفرز عادي. طبعا انت ممكن ايه تبحث على الدرايفر بتاعك بقى ايه سيريس كام ومش عارف ايه والكلام ده تمام. انا بحب اريح دماغي وبحمل اللي هو ايه ان هو بيديتكت لوتو ديتكت اللي هو اللي مكتوب هنا فوق، بيشوف هو ايه اللي موجود وايه اللي ناقص وبيخلص على طول. انا بحب ايه الكلام ده عشان بينجز معايا يعني. فبتدوس على هنا داونلود ويندوز درايفرز هنا في اي حته مش مشكله داونلود. بعد ما يخلص داونلود عادي خالص تفتحه، هيفك الضغط، المفروض هيفكه هنا في السي. طبعا بعد ما الانستول بتاع الاي ام دي ده يخلص وتمام خالص والبتاع تنزل التعريف ينزل وترستارت الجهاز تمام كل حاجه، بتمسح الملف ده. هيعمل لك ملف اسمه اي ام دي في السي هنا تمسحه مفيش اي مشكله. بتانستول كده هو بيفك الضغط وبعد كده المفروض يفتح
بيتشيك على الجهاز يسكان فيه كارت اي ام دي ولا لا. طبعا الجهاز هنا عندي ما فيهوش كارت اي ام دي فهيديني ايرور يعني. بس لو انت عندك كارت اي ام دي بيظهر لك الكارت عادي ويظهر لك الاوبشن اللي انت عايزها، بتنكس عادي على كل حاجه وبتانستول. دي بتضمن ان انت هيبقى عندك احدث درايفر من اي ام دي، علشان الطريقه الاولانيه خالص اللي فيها كل حاجه دي بالنسبه لدرايفرات كارت الشاشه بالذات ما بينزلش الاحدث يعني. خلاص، فلازم ناخد بالنا من حاجه زي كده. طبعا عشان اي ام دي يعني ماسكه في بروسيسورز وفي كروت شاشه. انا عندي في اللاب هنا البروسيسور اي ام دي عندي رايزن 7، فانا عندي هنا ايه لما حملت التعريف بتاع الاوتو ديتكت فما شاف ما عنديش كارت شاشه لكن شاف البروسيسور. فحاليا عشان كده مكتوب هنا ايه الشيبسيت سوفت وير انستولر، يعني هو ايه شاف ان انا عندي بروسيسور فجاب لي ايه تعريف البروسيسور ايه بتاع الاي ام دي. طبعا البروسيسور احنا المفروض هنتكلم عليه في السكشن اللي جاي، بس هو هنا جابه على طول يعني. خلاص، فاحنا هنأجل ده لغايه ايه اخر الفيديو شويه لما نيجي نتكلم على البروسيسورات. فاحنا هنكنسل دلوقتي وهنكمل ده بعدين. ده كده بالنسبه للاي ام دي التعريف ازاي تنزله احسن حاجه احدث حاجه موجوده يعني. خلاص، رقم 3 الانتل نفس الكلام برضو عشان ملوش لسه يوتيليتي زي انفيديا. فانت عادي بتخش على جوجل تكتب الانتل درايفرز. طبعا الانتل درايفرز عامله بالظبط زي الاي ام دي درايفر، يعني انتل عامله بروسيسورز، عامله كروت شاشه، عامله بلوتوث، عامله واي فاي. فانا زي برضو ما انتم عارفين بنزل اوتو ديتكت بريح دماغي. فانا عندي هنا الاوتوماتيك ابديت جيت ستارتد هيعمل لي داونلود لبرنامج اسمه ايه انتل درايفر سبورت. طبعا انا اصلا محمله اوريدي، يعني لو دخلت تحت كده هتلاقيني هنا ايه محمله اوتوماتيك انتل درايفر سبورت اسيستنس. خلاص، هو برنامج عادي خالص. نيكست اتحمل. بعد ما تحمله بتفتحه هيفتح لك الويب براوسر كده ويفتح لك الصفحه دي بالذات كده. لا، هو بيديتكت كل حاجه. يعني انا مثلا عندي كيلر ايبل انتل كيلر ده الواي فاي، وعندي الانتل وايرلس بلوتوث ماشي. دول اللي عندي من انتل، لا عندي بروسيسور ولا عندي كارت شاشه. هو تكنيكلي انا عندي كارت شاشه بس انا لاغيه ماشي، ده حوار تاني يعني بس مالناش دعوه بيه ماشي. فانا عندي ايه الانتل مفيش غير الكيلر بتاعه الواي فاي والبلوتوث، فهو دول بس اللي لاقاهم يعني. طبعا لو انت عندك البروسيسور او كارت الشاشه هيظهروا لك عادي خالص وابديت عادي ونيكست، هو هيداونلود كل حاجه وانستول كل حاجه وابديت كل حاجه. ده بالنسبه للانتل. طبعا دي كده ايه كروت الشاشه. بالنسبه بقى للبروسيسورز بقى، البروسيسور عندنا انتل وانفيديا، دول المشهورين ودول اللي اعتقد ثلاث ارباع الناس عندهم يعني. بالنسبه لاي ام دي نفس الطريقه بتاع كارت الشاشه بالظبط. هتخش هنا على جوجل تنزل برده اي ام دي درايفرز، هتخش على الاول لينك خالص هتلاقي هنا ايه عند الاوتو ديتكت كده. طبعا ويندوز 11 و10 مفيش اي مشكله. داونلود لويندوز درايفرز زي ما عملنا المره اللي فاتت، هينزل لك ايه البتاعه دي هتحملها عادي خالص. دي بتديكت كل حاجه كارت شاشه بروسيسورز، عشان اي ام دي بتعمل كارت شاشه وبروسيسورز. انا هنا عندي عشان هنا عندي البروسيسور فهنا هيتشيك مش هلاقي كارت شاشه زي ما قلنا، وبعدين البروسيسور فيقوم ايه محول لي على الاي ام دي تشيب سيت انستور. فاول ما نخش معانا خلينا مع بعض كده نشوف ايه هيجيب لنا ايه. كده دخل ونزل لنا ايه التشيب سيت سوفت وير انستور ده بتاع البروسيسور. خلاص، انا عندي رايزن 7 هنا في الجهاز، فده الاحدث تعريفات ليه يعني. انا هنا عندي 6 تعريفات مش متحملين عندي اصلا، خلاص ناقصين عندي من الجهاز عندي نفسه. فهو ايه هتعمل لهم ديتكت بالفيرجن بتاعهم احدث حاجه اللي ايه من سيرفرات اي ام دي. فتمام، اذا كلهم اتعمل لهم صح مفيش اي مشكله انستول. كده هو هيحمل. احيانا بيتطلب الستارت في الاخر واحيانا عادي مش محتاج يعني. في الحالتين مش تفرق يعني عامه. وادي كده ايه طريقه تحميل الاي ام دي. هنستنى لغايه بس لما نخلص الاخر نشوف هيجيب لنا ايه، وبعد كده نشوف ايه الطريقه بتاعت الانتل اللي بعد كده. تمام كده ايه عرف ايه البروسيسور احدث تعريفات خالص موجوده خالص فيه. وعايز استر الجهاز. انا المفروض استر الجهاز بس انا بس عشان بصور فايه هنقفله دلوقتي نصره بعدين. كده ايه اي ام دي خلص. بعد كده نخش على لو انت عندك البروسيسور انتل تعمل ايه. تفتح كده ايه جوجل عادي خالص زي برضو ما عملنا في كارت الشاشه بتاع الانتل، هي نفس الطريقه. تكتب انتل درايفرز، تخش عادي الاوتو ديتكت مفيش اي مشكله اللي هي الاوتوماتيك ابديت جيت ستارتد. داونلود البرنامج، انا عشان عملت له داونلود زي ما قلنا قبل كده هو بيديتكت كل حاجه. لو انت عندك بروسيسور او كارت شاشه عايز اقول لك هنا برضه البروسيسور لو ليه ابديت ووش هيبقى ليه ابديت هتلاقيه موجود هنا يقول لك ليه ابديت وبتاع، فتقول له انستول هيداونلود وانستول اوتوماتيك. دي احسن طريقه بالنسبه لانك تحدث تعريفات الانتل بالذات. بس دي كده تعتبر ايه اهم الحاجات. يعني احنا اتعلمنا في الفيديو دون الطريقه الاول اللي هي جنرال اللي هي بتنزل التعريفات بتاعت كل حاجه، دي كده واحد. وبعد كده لو انت بقى ايه بروفيشنال بقى وعايز تنزل بقى الحاجه الصح بقى احدث تحديث، بيبقى انت ليك عندك كارت شاشه. اهم حاجه كروت الشاشه والبروسيسور. اتعلمنا كارت شاشه سواء كان انفيديا ليه برنامج خاص بتنزله بيه ويستحسن تنزله بيه، والاي ام دي والانتل. بالنسبه للبروسيسورز قلنا ازاي تعمل الاي ام دي وازاي تعمل انتل احسن طريقه. دي كده بالنسبه للتعريفات. ولو انت وصلت للفيديو للاخر وعملت كل ده يبقى كده انت كده ايه التعريفات كلها عندك متظبطه تمام. في الفيديو اللي جاي باذن الله هنتعلم تحمل البرامج الاساسيه في الجهاز. ايه البرامج الاساسيه اللي انت المفروض بيبقى عندك موجوده في كل جهاز المفروض يعني اول ما تحمل نسخه جديده. ايه البرامج الاساسيه اللي المفروض بتتحمل، تحملها ازاي، والاوبشن اللي المفروض تختارها ايه، وازاي بتشتغل عليها. كل ده في الحلقه اللي بعد كده. خليكم معانا، مع السلامه.